جايه لكم وانا رقبتي قد السمسمه. انا عارفه ان الفيديو ده كان لازم ينزل من الفتره اللي فاتت، بس انا اسفه جدا كان عندي امتحانات. الفيديو بتاع النهارده انا صاحيه لكم من الساعه 8 الصبح عشان اصوره لكم. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، خلاص فاضل له يومين بالظبط، فانا قلت لازم ما اسيبكوش وادلعكم زي كل مره ما بنعمل، وهو ان احنا نعمل تجهيزات البشره للعيد. ما يغرناش بقى خالص الامتحانات اللي كانت عندنا والضغط ومشاكل البشره كلها، احنا هنحلها النهارده. هنفتح بشرتنا، هنعمل ماسكات، هنعمل بصوا هنشيل البثور البيضاء والسوداء، هنعالج كل مشاكل بشرتنا بخطوات بصوا يعني سهله وبسيطه، ومكونات كلها سهله موجوده في البيت. مش عايزين نرغي كتير، احنا لازم نبدا. اول حاجه جبتها جنبي الميك اب ريموفر. انا بستخدم الفتره دي بتاع ستارفل، هو ده شكله، اتمنى يكون واضح. دلوقتي انا مش عارفه ايه اللي ماشي الموتوسيكل الصبح الساعه 8، بس اوكي. انا عايزه اقول لكم ان انا قلت اصحى من بدري علشان الحق اصور لكم الفيديو واعمل له اديت ويترفع في نفس اليوم، فيا رب يا رب يا رب ينزل النهارده يوم الاحد. انا دلوقتي اول حاجه هعملها ان انا همسح الكونسيلر ده، لان انا كنت بصور لكم فيديو من شويه وهو ريل على الانستجرام. لو انتم مش متابعيني على الانستجرام خشوا اعملوا لي فولو يا جماعه. لو مش متابعيني على الانستجرام خشوا اعملوا لي فولو بجد. الناس اللي مش متابعيني على الانستجرام فايتها عبير شخصيا، حياه عبير اليوميه. الناس طبعا هنا في اليوتيوب بيقعدوا يكتبوا لي في الكومنتات انت متاخره علينا في الفيديوهات، انت فين؟ ما هو انا يا جماعه مش على طول على اليوتيوب، هتلاقوني على انستجرام، هتلاقوني على تيك توك، هتلاقوني في كل حته. ففي مواقع بنزل فيها شبه يوميا وفي مواقع مش بنزل فيها يوميا. طبعا اللي عايز يشوف حياه عبير اليوميه هيلاقيها على الستوري بتاعت الانستجرام، بجانب طبعا البوستس والريلز اللي بتنزل للاوتفيتس بتاعتي كل يوم وانا نازله. طيب دلوقتي انا خلاص مسحت بشرتي. انا ما كنتش حاطه ميك اب قوي، انا بس كنت حاطه انه ميك اب اللي هو شويه كونسيلر كده مش اكتر، وحاطه حاليا ليب جلاس بس مش همسحه يعني عادي، خلونا نكمل بيه. وكده كده واحنا بنعمل الماسكات بتاعتنا والسكرابات بتاعتنا هيتمسح. يلا بينا دلوقتي نروح على المطبخ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى هنعملها وهو السكراب، وده هنحتاج فيه زيت زيتون وسكر مش اكتر. المكونين دول هما المكونين الاساسيين عشان نعمل بيهم سكراب، بس هنزود عليهم حاجتين والحاجتين دول اختياري. طبعا ملناش دعوه بالقطه واللي بيعملوا حوالينا. دلوقتي المنتجين الزياده اللي عندنا اللي ممكن نستخدمهم وممكن لا، وهو الشاي والليمون. طبعا لو مش متوفر عندك او مش حابه تستخدميه ليكي حريه الاختيار. الحبيبات بتاعه الشاي يا جماعه عموما حلوه جدا للسكراب، وفي نفس الوقت كمان الشاي مفيد للبشره. طبعا انا هحط معلقه واحده من الشاي ومعلقه واحده برده من السكر، لان انا هعمل الماسك او سوري هعمل السكراب ده على بشرتي بس. هنفض بس كوبايه كويس. هنحتاج معلقه من السكر، او ممكن نحط احسن معلقه وشويه من السكر ونحطها مع الشاي بالشكل ده. بعد كده قدامها بقى هنحتاج معلقه واحده من زيت الزيتون وعصره ليمونه. طبعا لو انت مش حابه تستخدمي ليمون او انت بشرتك حساسه ما تستخدميش الليمون. طبعا هوريكم دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ده شكل السكراب بتاعنا. طبعا هتلاقوا لونه اسود بسبب الشاي، بس بجد الشاي يا جماعه خطير جدا للسكراب وهتجربوه وهتدعوا لي. طبعا انا خلاص دمجت المكونات ببعض وحطيت عصره ليمونه. يلا بينا بقى دلوقتي نستخدم السكراب. عايزه اقول لكم ان انا بعاني عشان اثبت الرينج لايت والموبايل في التويليت. المهم خلونا كده نخش في الموضوع على طول. انا جبت السكراب معايا اهو. طبعا عايزه اقول لكم كل الحاجات اللي هنستخدمها النهارده تنفع لجميع انواع البشره، سواء بشرتك جافه سواء بشرتك حساسه، سواء ما عدا طبعا الليمون عشان بس التوضيح، تنفع لاي بشره جافه دهنيه عاديه حساسه. اهم حاجه بس اعملوا السكراب ده في التويليت عشان ماما ما تضايقش علينا. عايزه اقول لكم ان عمل لون احمر كده في بشرتي حلو قوي. في حاجه كمان عايزه اقولها لكم، ان اختصارا للوقت لان انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو ده، فتقدروا تستخدموا السكراب ده على ايديكم وعلى بشرتكم وعلى جسمكم عادي جدا. بالعكس ده بيعمل افكت حلو قوي. نخلي بالنا بس واحنا بنفرك ما نفركش جامد عشان بشرتنا ما تتعورش. احطه بقى على كل بشرتي وارجع لكم تاني. واخيرا عدت حوالي 10 دقايق بعد ما حطيت السكراب وفركت في بشرتي كويس، فانا هغسل وشي دلوقتي وهقول لكم الخطوه اللي بعد كده. عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي، بنغسل بشرتنا بطريقه خفيفه، يعني بنعمل حركات دائريه كده، بس انا عشان ما بهدلش الدنيا بنغسل بشرتنا بحركات دائريه وبعد كده بنشفها يا اما بمنديل يا اما بفوطه نضيفه. واخيرا خلاص انا كده خلاص غسلت بشرتي
ونشفتها بالفوطه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنروح على الاوضه. طبعا بعد ما شلت السكراب حاسه بنعومه في بشرتي بجد رهيبه، خصوصا الشاي عمل لي زي تقشير حلو قوي، وشلت كل الحاجات اللي كانت هنا وقعدت افرك هنا كويس جدا. في خطوه نسيت اعملها قدامكم في الكاميرا بصراحه لان هي محتاجه مرايه، وهي ان انا جبت الابره بتاعه البثور السوداء وبدات ان انا انضف بيها الحتت دي. هي ما كانش فيها اصلا يعني مشاكل كتير لان انا من فتره قريبه عملت تنظيف بشره، فالحتت دي يعني لو انت حاسه ان انت عندك بثور سوداء او بيضه بتجيبي من عند الصيدليه الابره بتاعه البثور وبتبداي تعمليها بعد خطوه السكراب، ويفضل ان انت تكوني فاتحه المسام بتاعه بشرتك قبل ما تعملي الخطوه دي. نيجي دلوقتي لاهم خطوه بالنسبه لي، وهي اصلا اساس يعني كل حاجه، وهو الشيفنج. الشيفنج يا جماعه للبشره كلها، مش المناطق دي بس، المناطق دي كلها وهنا وهنا، حتى لو بشرتك ما فيهاش اصلا الشعر الوبري. بس خصوصا بقى ان انا واحده من الناس اللي كنت الفتره الاخيره بروح الجامعه كتير قوي عشان الامتحانات وبنزل كورسات، في بشرتي يعني اتهرت حرفيا من الشمس والاتربه وطبقه يعني من الجلد الميت على بشرتي. فالخطوه بتاعه الشيفنج بتشيل طبقه كده من البشره وبتخلي بشرتك ترجع زي الاطفال. بس اهم حاجه نكون عملنا السكراب قبلها علشان ما ينفعش نستخدم اي منتجات على بشرتنا بعد ما نعملها عشان ما يحصلش حساسيه. تعالوا اقول لكم بقى على طريقتي. طبعا دي المره المليون اللي اقول لكم فيها على طريقتي في استخدام الشفرات. ونصيحه مهمه قوي، ما تجيبيش الشفرات اللي في المترو، ما تجيبيش الشفرات اللي من اي حته مجهوله المصدر او من اي بيج. انا بالنسبه لي بجيب الشفرات من الصيدليه، لازم تكون اوريجينال او ممكن تطلبيها من على نون او اي مكان، بس اهم حاجه تاكدي ان هي الاوريجينال. بيبقى سعرها في رينج 140 150 حاجه في الرينج ده، لكن اللي بتتباع ب 10 ب 20 ب 30 ب 50 ب 100 كل ده مش بيبقى. يلا بينا بقى دلوقتي نبدا في الخطوات. عايزه بس اكلمكم عن حاجه مهمه قوي الفتره الاخيره يا جماعه. انا من كتر ما باكل اكل من بره انا بشرتي طلع لها بجد حبوب كتير. شايفين طلع لها بجد حبوب كتير، ودي مش عاده بشرتي. ده شبه مخلصاه 4 مرات قبل كده. جماعه طالبه اكل من ماك، انا اسفه انا هوقف الفيديو واروح اجيب الاكل. والله يا جماعه عايزه اقول لكم ان انا لسه كنت هكلمكم عن الاكل الصحي، وان قد ايه انا بشرتي متدمره برضو بسبب قله الاكل، اللي هو ان انا مش باكل اكل كويس او اكل صحي. كل اكلي اندومي وشيبسي وبيبسي. بس الفتره الاخيره نفسيتي كانت وحشه، والامتحانات والضغط والشغل، وفي نفس الوقت برضو انا اصلا كنت حاسه ان انا ستريس قوي قوي بجد، حاسه ان انا اللي هو انا هتخانق مع الناس كلها يا جماعه. فالموضوع ده اثر على بشرتي، عشان كده بحاول على قد ما اقدر ما استخدمش منتجات كتير وما استخدمش حاجات مضره على بشرتي. وانتوا كمان تحاولوا على قد ما تقدروا، عشان لو بشرتكم حساسه او انتوا مثلا من النوع اللي ما بيحبش يستخدم منتجات على بشرته، فانا بقول لكم على الحاجات اللي حرفيا انا مجرباها ومش بتعمل معايا اي اثار سلبيه. طيب بالنسبه للشيفنج، احنا بنشد بشرتنا اللي فوق كده وبنبدا ان احنا نحط الشيفنج. اهم حاجه واحنا بنعمل الشيفنج وبننزل لتحت ما نرجعش نطلع مكان ما كنا يعني بدأنا، احنا بنقف عند الحته اللي كنا عندها وبنكمل. يعني هنعمل بالشكل ده كده، ما نرجعش نطلع لفوق، لا احنا هنكمل من نفس المكان. طبعا انا مش ببقى محتاجه ابص في مرايه عشان اتعودت على الطريقه دي، والحمد لله كمان الشفرات بتاعت فلامينجو بتبقى اريح بكتير. بنمشي بالشكل ده. طبعا لو وريتكم كمية الجلد الميت اللي بيطلع مش هتتخيلوا ان ده بيطلع اصلا من وشكم، يعني انتوا مش هتتخيلوا ان ده بيطلع من وشكم، بس حرفيا كلنا بشرتنا فيها جلد ميت وفيها شعر وبري، فده طبيعي قوي، فما تتخضي. ياه بجد يا جماعه انتوا مش متخيلين الفرق اللي انا لاحظته في بشرتي والنعومه الاكتر اللي من بعد السكراب بعد ما استخدمت الشيفنج. بجد الخطوه دي بتفرحني قوي وبتخليني حاسه ان انا عايزه انزل بجد من غير ميك اب. تاني خطوه بقى بعد ما بخلص خالص لازم اجيب كحول يا جماعه، والخطوه دي مهمه قوي لو انتي واحده من الناس اللي بتستخدمي الاوريجينال، زي ما قلت لكم ده اللي يفضل ان انتي تستخدميها. تقدري تستخدميها من 4 ل5 مرات ويمكن اكتر من كده برضو على حسب يعني
استخدامك. انا بستخدمها يعني 4 مرات تقريبا، وفي كل مره قبل وبعد بستخدم الكحول، وانا اوريدي كنت فاتحه واحده جديده فما حطيتش عليها كحول، بس بعد ما بستخدمها بحط كحول على طول. طبعا عملت كل بشرتي. تعالوا بقى اقول لكم على الخطوات البسيطه اللي في الاخر عشان بشرتنا ما تلتهي دلوقتي، واحنا قربنا ننهي الفيديو. المهم دلوقتي الخطوه اللي هعملها ان انا هسرح حواجبي بالجل ده جل كوري بتاع الحواجب، بجد حلو قوي، بستخدمه لحواجبي ورموشي، وبجد هو لذيذ، بستخدمه تقريبا بقالي سنه ويا دوب مخلصاه دلوقتي. انا طبعا بستخدمه شبه يوميا. الخطوه اللي بعد كده كنت بكلمكم عن المضاد الحيوي. انا بستخدم فيوسيكورت، وده كان اسمه ايه يا ربي، كان اسمه تقريبا كلينداسول، كان اسمه كلينداسول، هو كلينداسول. طبعا انا مخلصاهم. انا بستخدم فيوسيكورت على المناطق اللي فيها زي التهاب او حبوب، علشان برضو يعني نلحقها قبل ما تكبر. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا طلعت عينه عشان يطلع، بحطه على المناطق اللي فيها حبوب. وانا طبعا دلوقتي مش هنزل من البيت، اهم حاجه ما تنزليش في شمس او كده. لازم طبعا ان انتي لما تيجي تستخدمي اي مضاد حيوي تستخدميه في يعني في مكان ما فيهوش شمس، فاهمين قصدي؟ انا كده حطيته يعتبر على الحبوب اللي عندي، وبكده اكون خلاص يعني انا جهزت بشرتي للعيد وراضيه ومرضيه. اخر حاجه هعملها وهي ان انا هرطب بشرتي. طبعا السكراب اللي احنا عملناه بنحطه على شفايفنا، ونقدر ان احنا كمان نزود عليه دم غزال. دم الغزال هيدي للشفايف لون بينك او احمر كده، انتي وحريتك، بس انا مش بحب استخدمها في السكراب لان انا كده يعني مش ببقى عايزه الون شفايفي، ببقى عايزاها طبيعيه. وبس كده يا حلوين، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله العيد ده يكون عيد سعيد كده، وتتبسطوا وتخرجوا وتقعدوا مع عيلتكم وتقضوا وقت حلو. طبعا عايزه اقول لكم ان انا حزينه قوي ان انا بقضي العيد لوحدي، بس انا بالنسبه لي طبعا انتوا معايا وعيلتي وبتكلم معاكم، وناويه باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هفتح لكم لايف على الانستجرام يوم الوقفه بالليل، وهنسهر مع بعض وهنتكلم ونرغي. فالناس اللي هي مش تبقى مشغوله يا ريت تجمع معايا بقى على الانستجرام، سايبه لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. هنفتح لايف يا جماعه يوم الوقفه بالليل سواء انستجرام او تيك توك، فانا هسيب لكم ستوري على الانستجرام هعرفكم فيها هفتح بالظبط الساعه كام. بس كده اتمنى ان انتم تكونوا اتبسطتوا معايا في فيديو النهارده. اشوفكم باذن الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.